السلام عليكم. طبعا الف مبروك الثلاث نقط والف مبروك الثلاث اهداف والف مبروك الفوز على القطن الكاميروني 3-0. بس انا برضو كان عندي مشكله قد كده، كتبت لك بوست كده ما بين الشوطين ان الماتش ده لو خلص اقل من 4 احنا ممكن نزعل. تعالى بقى معايا وانا هفهمك احنا هنزعل ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في نص الملعب. مبدئيا كده وقبل أي حاجة وقبل ما نخش في التفاصيل والرغي الكتير، انزل اخبط لايك واكتب لنا في الكومنتات رأيك في الماتش وإيه رأيك في التغييرات الكتير اللي عملها كولر، واكتب لنا إيه رأيك في الحلقة بعد ما تخلص. والله أنا تمام ومبسوط واشتريت، يعني ما عنديش مشكلة. طبعا الفوز مبدئيا كده كان بأقل مجهود، وكولر كان بيفكر في الماتشات اللي جايه قبل ما يفكر في الماتش ده، وهو طبعا عارف ان فريق القطن الكاميروني كان فريق على قده شويتين 3 4. هو بيضغط علينا، واحنا بيضغط على حامل الكرة كويس، بيحاول يقفل المساحة في الناحية اللي فيها الكورة كويس، لكن عنده العكسية فيها مصايب سودا، وعنده نص ملعب شوارع وما بيعرفوش يقفلوا على منطقة نص الملعب، ما بيعرفوش يقفلوا فيها على الناس اللي بتطلع بالهجمة. فهم عندهم مشاكل كتير جدا وفريق تعبان جدا، وكولر طبعا من قبل ما يبدأ الماتش هو عارف الكلام ده. فهو بكل بساطة اختار خيار من اتنين انا ما كنتش اتمنى ان هو يختاره. ايه هو الاختيار ده؟ هو اختار ان هو يلعب على الماتشات اللي جايه ويريح اللعيبه ويفوز فوز باقل مجهود، عن انه يكسب بسكور كبير. طبعا هتقولي 3، هو كسب 3، انا عارف والله ان كسب 3، بس انا هقول لك ليه سكور كبير، ليه كان لازم تكسب 4 و5 كمان. هو فضل ان هو يبدأ يلعب على اقل مجهود، اللعيبه تلعب مرتاحه، تنقل الكوره كتير ويعمل تغييرات كتير بحيث يريح اللعيبه عشان الماتشات اللي جايه. طب هل ده كان اسلم خيار؟ في اعتقادي انا لا. في الثلاث ماتشات اللي جايين ممكن يحصل حاجات كتير تخليك انت في وضع احسن، بس انت في اسوأ الظروف. انا كده، يعني انا دايما البطوله دي دايما علمتني ان انا العب على الورست كيس، اللي هي اسوأ حاله ممكنه. طب ايه اسوأ حاله ممكنه؟ طبعا انا مش محتاج اقول لك ان احنا الماتش اللي جاي رايحين لسان داونز، هنلعب في بريتوريا يوم السبت اللي جاي 11/3 الساعة 3 العصر، ومطلوب مننا ان احنا ما نخسرش تحت اي ظرف، وفي المقام الاول يا ريت نكسب، لو ما كسبناش يبقى تمام قوي لو تعادلنا. لو انت خسرت من سان داونز لا قدر الله، فده معناه ان انت بتسلم فرصك كلها للهلال السوداني وسان داونز في الماتش بتاع سان داونز والهلال، وده هيبقى ماتش مصيرك. والحالة دي أنا أصلا مش حابب أناقشها. الحالة التانية وهي أنت دلوقتي رايح بريتوريا، فلو لا قدر الله ما قدرتش تكسب، طبعا أنا عارف أنت بتقولي لا قدر الله، ده احنا يا رب نعرف نتعادل، إن شاء الله يا رب نتعادل حتى. بس أنت الاحتمال الأكبر بالنسبة لك إن أنت هتتعادل مع سان داونز في بريتوريا إن شاء الله يعني. طيب لو اتعادلت مع سان داونز، إيه بقى مشكلة الأربعة من التلاتة؟ تعالى بقى يا معلم. دلوقتي أنت النهاردة كسبت القطن، بقى عندك 4 نقط. تمام تمام. صن داونز عنده كام نقطة؟ صن داونز عنده 7. حلو. الهلال سيبك منه، هو كده كده عنده 6 نقط. طيب الماتش الجاي احنا هنلاعب صن داونز في جنوب افريقيا، والهلال هيروح يلاعب جاي له القطن الكاميروني في السودان. طبعا الهلال كده كده هيروق الفرقة دي 2 3. اركن الهلال، انت رايح تلاعب صن داونز، لو اتعادلت معاه بأي نتيجة ممكنة فصن داونز هيبقى 8، وانت بعد ما كان عندك 4 هتبقى 5. حلو. خليك معايا بس كده واحدة واحدة. صن داونز بقى هيطلع يلعب الهلال السوداني في السودان، وانت هتطلع تلاعب القطن في الكاميرون. لو ربنا كرمك، وطبعا ده المطلوب منك واللي مالكش حل غيره، انك لازم تكسب القطن في الكاميرون تحت بأي نتيجة، هتبقى انت كده 8. وصن داونز لو خسر، وهي دي بقى الورست كيس، دي بقى الحالة السيئة اللي انا بحب افكرك بيها، لو صن داونز خسر من الهلال، هتقولي طبعا ازاي يخسر صن داونز من الهلال؟ اقول لك دي فرقه كوره عادي، يعني اي فرقه كوره في الدنيا ممكن تخسر. فالصن داونز لو رايح يلعب الهلال في السودان، والهلال اتكالح عليه ولعب عليه ماتش ميت وجاب جون عبيط زي ما جاب جون فينا وقدر يكسب، فهيحطك في موقف سيء، هيبقى عنده 12 نقطة، بالتالي هيبقى ضمن ان هو يصعد اول مجموعة. حلو. انت بقى فين مشكلتك؟ مشكلتك ان انت كده في الحالة دي هتلعب مع صن داونز
على فرق الاهداف. طب ما تيجي بقى نشوف فرق الاهداف دلوقتي بينك وبين صن داونز عامل كام. انت كسبت النهارده 3-0، فرق الاهداف في صالحك انت كده موجب 2. طب وصن داونز موجب 3، في فرق هدف. لو انت كنت قدرت تسجل الهدف الرابع في القطن الكاميروني فده كان هيخليك راس براس مع صن داونز، ونشوف بقى ربنا يسهل في اللي جاي الدنيا هتمشي ازاي. لو اتعادلت معاه فاضل ماتشين هتلعبوا انتوا الاثنين نفس الفريقين وهتتكلموا في فرق الاهداف هيبقى شكله عامل ازاي. لكن انت كده حطيت الليد او القياده لصن داونز في موضوع فرق الاهداف. دي كانت امنيتي ان النهارده الماتش ده يكمل ويخلص 4. وعلى فكره الماتش ده كان في النص كده، كان ممكن يخلص 4 و5 و6، واللعيبه دي كانت على قدها واحنا كان عندنا ممكن فرص اكتر. وحتى كفايه ان فيهم فرصه مثلا خبطت في العارضه بتاعت محمد شريف، الدربكه اللي حصلت جوه 6 يارد، كنا ممكن نجيب الرابع ده بسهوله. فالفكره ان انت كان في ايدك تخلص على الفريق ده 4 و5 و6، وانت ما قدرتش او ما استغلتش الفرصه دي. تمام، ده كان اختيار كولر بقى اختار ايه؟ كولر اختار ان هو يلعب على الفوز السهل، الفوز اللي مش متعب. احنا لسه عندنا الماتش اللي جاي هنلاعب المقاولين العرب حتى الان يوم الثلاث. إدارة الأهلي طلبت تأجيل الماتش ده، ولكن بنسبة كبيرة ممكن الماتش ده ما يتأجلش والأهلي يلعب عادي يوم الثلاث. فبالتالي هو فكر إن هو يريح لعيبته وإن هو يفوز بأقل مجهود، يبقى الكرة بتجري كتير في الملعب أكتر من اللعيبة. وبمعنى أصح كده هو قال لك والله نكسب النهارده ونشوف هنعمل إيه في ماتش صن داونز، وبعد كده ربنا يحلها، ولو جت على الأقل حاسبة عندنا منها 10. أنا بالنسبة لي مش يعني مشاهدتي للبطولة دي دايما علمتني ان لما تجيلك فرصة حاول تغتنمها، لان اللي بعد كده الله اعلم يعني. بس كده، لكن في المجمل الاداء كان كويس واللعيبة كانت راكزة وكل حاجة كانت تمام. بس انا مش عايزك تتخض ان انا هقولك ان الفريق ده مش مقياس تماما لمستواك. الفريق ده تقريبا يوازي كده فرق منتصف الجدول عندنا في مصر، زي ما تقدر تقارنه مثلا كده بفريق الداخلية يعني. القطن الكاميروني انا مش شايف انه ولا عنده الامكانيات ولا عنده يمكن بس راس حربة بيلعب كويس، وينج بيجري شوية، لكن غير كده الفريق في المجمل تقريبا اقل من فرق متوسط جدول الدوري المصري. فانا مش عايزك تاخد خالص الفريق ده كمقياس. ربنا يوفقنا ان شاء الله في ماتش صن داونز ونقدر نطلع بنتيجة ايجابية باذن الله يا رب. المكسب ان لم يكن المكسب فالتعادل، وان شاء الله يا رب تكمل البطولة دي على خير ونقدر نصعد من دور ده بكل بساطة. واللي جايه بقى الاقصائيات دي بقى انت عارفها، وعارف ان الاهلي بيتشقلب فيها وبيبقى فريق تاني خالص. النقطه دي اللي كانت مهمه عندي وكنت حابب اتكلم فيها بعيدا عن الاداء، لان انا شايف ان الفريق زي ما قلت لك مش مقياس خالص ان احنا نحلل اداء ونحلل احنا ايه اللي حصل لنا في الماتش ده. فبكل بساطه كده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد للفاينل. فلو عجبتك الحلقه اتمنى ان انت تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، واتمنى ان انت تعمل لايك وكومنت على الفيديو ده وتساعده ان هو ينتشر عشان نقدر بعد كده نكمل ونفضل نتعب عشان انت تشوف حاجه كويسه. السلام عليكم.